السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا نعمل النهاردة اللبن الرايب. طريقة سهلة جدا جدا وموفرة، وفي دقايق بندخل الطاجن كده في الفرن. البرام بتاعنا يسخن، ونسخن الفرن كمان بتاعنا 5 دقايق على درجة 200، ونطفي الفرن خلاص. وبتجيبي اللبن، سواء هتجيبي لبن مبستر او هتجيبي لبن من اللبان عادي، وهنفضيه كده في الطاجن وهو سخن زي ما انت شايفه بالطريقه الهاديه دي، بحيث ما يعملش فقاقيع كتير عشان ما يبقاش فيه رغوه على وش اللبن. تمام. احنا كمان عايزين الوش ده عشان هو بيعمل كمان وش زي وش الزبادي كده، حاجه جميله قشطه. شايفين الجمال والحلاوه؟ في دقيقه. طبعا انا الطاجن سخن في ايدي، هندخله الفرن وهنسيبه لمده يوم. شوفوا بقى، بسم الله ما شاء الله. في الصيف يوم 24 ساعه، في الشتاء يوم ونص. بحيث ان احنا دلوقتي في الصيف، وانا بس في نفس الميعاد فتحت عليه لقيته زي ما احنا شايفين يا حبايبي. شوفوا القشطه بتاعته جميله ازاي، شايفين؟ انا ما بحبش اشيل القشطه كلها على فكره. هو في طبقه قشطه سميكه، بس انا بقى عشان هعمل بيه قرص. هنعمل مع بعض الفيديو الجاي ان شاء الله قرص باللبن الرايب، هتطلع هشه وجميله. مش عايزه اقول لكم حاجه في منتهى الجمال. شايفين حبايبي؟ اللي وصل معايا لحد هنا يا جميل ما ينسانيش بلايك وشير وسبسكرايب، يوصلكم مني كل فيديوهاتي الجديده، ويدوس على زر الجرس، ويدوس على كلمه الكل. تمام. شايفين القشطه جميله وكريمي ازاي؟ كانها جبنه كريمي بالظبط. وادي الزبادي بتاعنا، لا ميه ولا حاجه، حاجه جميله جدا. ولا حطينا بقى ذره ملح، ولا حطينا الحاجات اللي بيقولوها، ولا ملح ليمون، ولا الكلام ده كله. بدون اي اضافات، بدون اي يعني تكاليف، بدون اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ كانه زبادي، والطعم تحفه. حاجه كده، حاجه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. شايفين حبايبي؟ اهو لا ميه ولا اي حاجه، حاجه جميله جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. جميل جميل جميل. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم بحفظ الله.